بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة مستر فورتين، معاكم محمد عمر. كل سنة وانتم طيبين والف الف مبروك لكل جمهور نادي الزمالك. مبروك مليون مبروك على المكسب قدام الاتحاد السكندري. الزمالك عمل ماتش كويس، عمل ماتش متوسط. ما اقدرش اقول انه ماتش حلو وما اقدرش اقول انه ماتش وحش. عملنا جيم قوي يعني متوسط، مش هقدر اقول ان هو قوي حتى، لان احنا كان في عندنا ديفوهات وكان في عندنا غلطات جايين نتكلم عنها النهارده. فلايكك الجميل بقى وسبسكرايب للقناة ويلا بينا نبدأ. الزمالك بدأ الماتش في أحسن صورة ممكن يبدأها، ودي ميزة الزمالك مع معتمد جمال في الفترة الأخيرة، إن الزمالك بيبدأ قوي. الزمالك بيبدأ قوي وشرس وضاغط وبيحاول إن هو يجيب الجون ويقرب للنتيجة. والزمالك دايما بيبدأ مباغت، ودي حاجة تحسب لكابتن معتمد جمال. الزمالك الأول بدأ بتشكيل في بس اختلافين عن تشكيل الماتش بتاع بيراميدز. الاختلافين هما المهدي سليمان بدأ بدل محمد صبحي بسبب تراكم الانذارات. فنقول تشكيل الزمالك بالمرة. تشكيل الزمالك بدأ بالمهدي سليمان حارس مرمى، باك يمين محمد إبراهيم حسن، باك شمال محمود بنتايج، قلبين دفاع محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، على الدايرة محمد شحاتة اللي هنتكلم عليه قدام شوية. تمانيتين كان أحمد فتوح وعبد الله السعيد، وينج يمين خوان ألفينا، وينج شمال شيكوبانزا، مهاجم وحيد ناصر منسي. الزمالك بداية زي ما قلت بدأ بأحسن شكل ممكن، بدأ ضاغط وبدأ شرس وبدأ بيحاول إن هو يجيب جون بدري. وكان في كرة في الدقيقة الأولى و 42 43 ثانية كده اتعرضت من ناحية أحمد، من ناحية بنتايج من على الشمال. ناصر منسي حاول يلعبها بدماغه يعني ووقفت تحت رجله. لو كان ناصر منسي بص بس جنبه على اليمين كان لعب زيرة في وضع ممتاز. لو كانت اتحطت له يعني كان الزمالك اتقدم في أول دقيقة 1-0. بس الحمد لله ما حصلش يعني. والحمد لله الزمالك فضل متماسك والزمالك فضل يحاول لغايه ما في الدقيقه 12 كوره من هجمه، كوره ضغط فيها شيكوبانزا كويس جدا في نص الملعب. وهنتكلم عن شيكوبانزا، وانا عندي راي عن شيكوبانزا برضو افضل اقوله عكس معظم الناس، تلات ارباع الناس يعني. انا شايف ان هو لعيب ممكن نستفيد منه. ضغط اللي عمله شيكوبانزا سبب في ان لعيبه الاتحاد تغلط، فالكره تروح لفتوح اللي يباصي لمحمد ابراهيم، محمد ابراهيم باصي بزيرة يروح عند الوينج، وبعدين يرجعها لفتوح، فتوح يعمل شباية عظيمة عظيمة عظيمة. اسيست هايل من فتوح. ناصر منسي بتوجيه ممتاز يحط الجون الاول 1-0، والزمالك يرتاح نسبيا ويبدأ ان الزمالك يشوف الدنيا ماشيه ازاي. وفعلا الزمالك فضل مصير الماتش. والطرد بتاع لعيبه الاتحاد هو طرد يا جماعه، انتوا بتهزروا، دينجرس بلاي يعني مفيهاش كلام يعني. قوه مفروطه بقى مش قوه مفروطه، اللاعب كان هيخرق عين بزيره يعني، فهنستنى ايه يعني؟ مش فاهم. فالزمالك فضل ماشي الماتش لغايه ما جه محمد شحاته قرر ان هو يبوظ الماتش على الزمالك ويضيع كل مجهود زمايله. محمد شحاته عامل ماتشات كويسه الفتره الاخيره ما نقدرش ننكر. محمد شحاته لعيب هايل ما نقدرش ننكر. محمد شحاته مجهوده وافر ما نقدرش نقول لا. لكن محمد شحاته دي يعني انا اسف في اللفظ ان أنا اقول ده غباء كروي يا شحاته. لما تكون كرة في نص الملعب وكرة اصلا ما فيهاش اي ريحه الخطوره، وانت شايف ان في لاعب اتطرد بسبب تدخل خطر، فانت عارف ان الجمهور ما هيصدق ان اي حد يعمل لو لمسه بس عشان الكفه تتساوى. فانت سلمت نفسك بنفسك وعملت تدخل خطر، هي ترتقي للطرد، لان انت التدخل بيستظل الشوز في القصبه. ممكن ترتقي للطرد. مش هقول يعني ان الحكم مشى واحده قصاد واحده، لا هي ترتقي لطرد عادي. فانت بوظت الدنيا على نفسك واضطريت ان انت تساوي الكفه بعد ما كنت انت بتلعب 11 وممكن تخلص الماتش 2 و3 و4. فانت ضغطت زمايلك، فدي حاجه انت لازم تركز فيها. غير ان انت خسرت الزمالك لاعب مهم زيك في الماتشين اللي جايين المهمين. عندك ماتش انبي اللي جاي يوم الاربعاء الزمالك من غير محمد شحاته. ولو بدأنا حتى بأحمد ربيع فكده انت خسرت تبديلة ممكن تبقى موجودة. لو كان محمد شحاتة موجود كان ممكن ينزل كتبديلة كورقة من على الدكة. فانت خسرت كل بمزاجك وبخيالك. فيا ريت بس يا شحاتة نركز في الحاجات ديت، لأن الحاجات الصغيرة ديت هي اللي بتفرق من الفريق اللي بينافس على الفريق البطل. التكات الصغيرة دي هي اللي بتفرق ما بين لعيب صغير ولعيب دولي. وانت لعيب دولي يا شحاتة مستنيين منك كتير. وريت متقعش في الأخطاء دي تاني. الزمالك فضل ماشي الدنيا وفضل الزمالك افضل، والزمالك ماسك الكوره. وحتى طول الماتش تقريبا ما كانش فيه خطوره على مرمى مهدي سليمان غير كرة قفشه وكرة في الاخر كده الانفراد برضو بتاع قفشه اللي مهدي سليمان شالها. مهدي سليمان عمل ماتش كبير جدا. الزمالك عمل اللي هو عايزه، كسب الماتش. ودي كانت اهم حاجه في الفتره ديت، ان انت تحقق الثلاث نقط عشان تخش تنهي الدور الاول وانت متصدر الدوري. والحمد لله ده اللي حصل. والزمالك هينهي الدور الاول
متصدر الدوري باي شكل. حتى لو الزمالك لا قدر الله باذن الله ما نتمناش كده، حتى لو الزمالك خسر ماتش انبي، الزمالك هيفنش الدوري الدور الاول متصدر الدوري. فيا ريت نركز في اللي جاي، ويا ريت شويه تعديلات كده بس في التشكيله عشان نقدر نجاري الفرق اللي احنا بننافسها. احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا متصدرين الدوري، احنا احسن فرقه بتلعب كوره في الدوري، لكن احنا لسه ما عملناش اي حاجه. لسه قدامنا كتير ولسه الوقت طويل. بيراميدز لسه عنده الماتش الجاي البنك الاهلي، ممكن يقع. الاهلي عنده ماتش حرس الحدود، ماتش رخم قوي، ممكن يقع في نقط. لازم نكسب ماتش انبي عشان نوسع الفارق. لو حصل ارقله لاي حد فيهم، يعني الزمالك يبقى اقرب للتتويج باذن الله. الشوط الاول خلص بعد طرد محمد شحاته، وبدا الشوط الثاني على طول بتبديله. خرج عبد الله السعيد اللي كان مقدم اداء يعني متوسط زيه زي باقي اللعيبه. هو ما كانش في حد فايق في الزمالك او اقدر اقول عليه فايق غير محمد اسماعيل والمهدي سليمان. احمد فتوح مثلا آه، لا مش بنتاج، لان بنتاج برضو في كوره في الاخر برضو كان ممكن يتصرف فيها احسن من كده. محمد ابراهيم الباك اليمين كان كويس، ولو ان عنده اخطاء دفاعيه برضو لازم يركز فيها، بس هو ده لاعب صغير، ده ممكن نتفاهم ان هو عنده اخطاء يتعلمها. لكن واحد زي مين يا ربي، زي محمد شحاته، لازم الغلطه دي يتعلم منها دلوقتي، ما ينفعش ان هو يكررها تاني. لكن محمد ابراهيم عنده هامش ان هو يتطور ويجرب ويغلط ويتعلم. فالزمالك في الشوط التاني فضل مسير الماتش بمزاجه، وعمل كل اللي هو عايزه. والتبديلات ما خدمتكش بسبب ان احنا 10 قصاد 10 بس. يا ريت ما نفضلش نقعد لغايه دقيقه 90 يا جماعه بنجري ورا حاطين ايدينا على قلبنا خايفين جون تعادل في اي لحظه. مازن سليمان النهارده تألق، ما تضمنش ان الحارس بتاعك يتألق في كل ماتش. الحمد لله. يا ريت بس تاني كل الناس تتفرج علينا تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل التنبيهات اول باول. والحمد لله، وباذن الله الجاي احسن باذن الله. نخش على تقييمات اللعيبه. مازن سليمان عمل ماتش تاريخي، ماتش عظيم من مازن سليمان، يستاهل 9/10. محمد ابراهيم 7/10. حسام ومحمد اسماعيل 8/10. محمود بنتايج 6/10. محمود بنتايج كان في كرة في اخر الماتش اللي انفرد فيها ولعبها مش فاكر ناصر منسي ولا عدي دي، لعبها ناصر منسي تقريبا وجنش شالها. لا هي كانت تتلعب للي على اليمين من الاول، ما تتلعبش فوق ما تتلعبش البزيره وتتعرض، يعني كانت تتلعب لعدي. كان عدي الدباغ، كانت تتلعب لعدي على طول من اللي تحت، كانت ممكن تخلص الماتش. شحاته 0-0 يا شحاته بسبب الغلطه الغشيمه الغبيه، انا اسف في اللفظ، اللي انت عملته ده غباء كروي. احمد فتوح عمل ماتش حلو برضو 7.5/10. عبد الله السعيد الدور 4/10، ما كانش ظاهر قوي الشوط الاول. هو عبد الله السعيد احسن واحد يخرجها بالكرة، احسن واحد يمشي الكرة، لكن هو اداؤه في الماتش ده كان متوسط، اقل من المتوسط كمان. اخوانا الفينا اديله 5/10، ضيع كور سهلة اوي ما ينفعش انها تضيع. شيكو بنزا اديله 5/10 على واجبه الدفاعي اللي كان بيعمله. ناصر منسي اديله 8.5/10. ناصر منسي هو اللي يجي يقيمنا يا جماعة، مش احنا اللي هنقيمه، ما نهزرش يعني. ناصر منسي الاسطورة، مفيش حد له خير عليك بعد ربنا وامك وابوك غير ناصر منسي. خليكم دايما متابعين معانا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. ومبروك مبروك مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك، وبإذن الله الجاي أحسن. سلام.